الاخ مش عارف يقوم ليل، وهو يقول لك انا تعبان طول اليوم يا راجل، ده انا حضرت محاضره بعد الظهر ساعه الظهر محاضره، وبعد كده روحت اتغديت وكان الاكل تقيل قوي، كبس على نفسي بعد ما اكلت، تعبت قوي في الاكل ده، وبعد كده نزلت حضرت درس، شفت بقى ورحت يا عيني تعبت عم رحت وجيت التاكسي كان اتهز في الطريق كده كذا هزه كده فتعبت ودخت، وبعد التاكسي جيت بعد الدرس قعدت على الفيسبوك شويه وواحد قرفني وقعد يجادل وانا جادل فيه، تعبت جدا. فلما نمت مش قادر مش شايف قدامي، فما عرفتش اصحى لقيام الليل. سيدنا داود كان بيرجع من الجهاد ذا الايد يقوم قيام الليل، ذا الايد ورجل ثار عن فراشه ووطائه، الناس كلها مقتوله من التعب في القتال وده واقف يصلي لله سبحانه وتعالى، دول الرجاله. ذا الايد، جاب ذا الايد دي منين يا رب؟ انه اواب، لولا الاوبه بتاعت سيدنا داود ما كانش جاب العزيمه دي. ايه الاواب؟ اواب يا جماعه يعني الاواب دي في اللغه من اخصب الالفاظ في اللغه، لفظ الاوب يعني التأويب ان تسير الابل من الفجر الى الغروب بلا توقف، الجهد الرهيب المستمر. التأويب التنافس، لما القافله تأوب يلا نجري ونشوف مين هيسبق، يبقى مسابقه روح منافسه. الايبه الابل اذا ابت الى الماء معناها ان كل ليله لازم تروح تشرب من الميه ولا تموت من العطش. فالاواب اللي كل يوم له ورد عباده، لو حصل زلزال ورد العباده ما يروحش.